السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الفل والهنا والسعادة، أو صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة، على حسب التوقيت اللي تشوف في الفيديو. من خارج مصر ومن داخل مصر، كلكم حبايب قلب وكلكم على راسي من فوق. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. رجعت لكم بقى بفيديو جديد. انا عارفه ان انا بقالي فتره ما بشتغلش على القناه، بس ربنا ييسر لي الامور. عندي شويه ظروف كده، فعايزه دعوه حلوه كده منكم. وكل سنه وانتم طيبين. ربنا ينعاد عليكم يا رب الايام بالخير واليمن والبركه يا رب، على ايام مفترجه علينا وعلى امه محمد، اللهم امين يا رب العالمين. جات لكم بقى فيديو جديد. ايه هو الفيديو بقى؟ النهارده بقى نعمل مع بعض، نعمل بقى محشي ولحمة مع بعض. هي الأيام ديت بصراحة يعني احنا في قدار، زي ما بيقولوا كده، نص مية ونص نار. يعني تلاقي الصبح كده الدنيا حر، وبالليل الحتة برد موت. فبصراحة انا كنت في اليوم ده عند امي وكده، فطلبت منها محشي. الله يبارك لي يا رب في عمرها وما تحرمش منها ابدا. فقالت لي خلاص ماشي، عملت لي بقى محشي كرنب وعملت لي محشي مشكل. هنشوف بقى كده مع بعض. اول حاجه زي ما انتم شايفين هي تسبيكه الصلصه العاديه، يعني اللي احنا بنعملها على طول مع بعض. جابت بصليتين كده كبار، قطعتهم، نزلتهم في الزيت، شوحتهم طبعا تشويحه حلوه كده لغايه ما البصل اصفر. راحت نازله على طول بصلصه الطماطم. انا عايزه اقول لكم يعني الحته اللي انا صورتها بتاعه البصل هو بيتحط في الزيت وكده، بصراحه اتمسحت من عندي، فجبت انا الصلصه على طول. طبعا بعد ما البصل اصفر، راحت هي نازله على طول بايه، بالطماطم. خدت غلوتين كده 3 مع بعض، وبعد كده بقى ايه، نزلنا عليها بالتوابل، بهارات مشكله وبهار وكمون وفلفل اسود وملح. عايزه تحطي مرقه دجاج براحتك اللي انت عايزاه. تمام. بعد كده بقى ايه، بعد ما التقلية استوت، طبعا كنا معلقين على اللحمة جنبها علشان خاطر اللحمة بتاخد سوا كتير يعني شوية. فاللهم صل على سيدنا محمد. عايزة بقى اقولك، لو انتي وصلت لهنا ولسه مش مشتركة في القناة، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو بتشوفي يعني الفيديو ده لأول مرة، خشي شوفي كده بقى قناتي وشوفي بقية الفيديوهات، بإذن الله تعجبك. متنسونيش اللايك الحلو الجميل كده اللي منكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. المهم بقى ايه، بعد ما الصلصه استوت كده وحطينا التوابل وخدت غلوتين مع بعض كده، راحت ماما نازله عليها بايه، بالخضره، شبت وكزبره. يعني ما بنستلطفش البقدونس في المحشي كتير يعني. تمام. وفي ناس طبعا بتحط في التسبيكه بتقطع فلفل، يعني بتشوح كده فلفل اخضر، بس احنا لا، ما بنحبش الا البصل بس. آه حسب بقى اللي انت عايزاه. المهم بقى ايه، هنا خلاص كنا خلصنا بقى. وماما طبعا حطت الرز على الصلصة على الشبت وكزبرة ودمجتهم كده مع بعض. وهنا بقى كنا بدأنا نحشي. والله العظيم انا وانا قاعدة كده بصور، حسيت نفسي في رمضان، لان يعني كانت القعدة دي زي ما كنت في ايام رمضان وكنا واكلين المغرب. حسي لا، كان يوم رمضاني رمضاني يعني. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وجعلوا رمضان كده مبارك على أمة محمد جميعا، اللهم امين. صلوا على النبي كده بقى، لو ناسيين بفكركم بقى، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم بقى هنا كانت خلصت. بصوا اقول لكم حاجة. ماما كان عندها الكوسة اللي انتوا هتشوفوها دي، كان عندها يعني بقالها 3 ايام، فبصت لقيتها اصفرت كده. فعملتها، يعني ايه، ما باظتش بس هي اصفرت كده، فقلت لها خلاص اعمليها. المهم بقى ايه، عملتها. بس بصراحة كانت ممررة شوية في الاكل لانها كانت بقالها شوية. آه بس كانت طعمها حلو، يعني ما كانتش وحشة، بس كانت طعمها حلو، والكرنب كان عسل، وكان الاكل كله سكر. والله تسلم ايديها، ورضا وفضل من عند ربنا، والحمد لله على كل نعمه. الحمد لله على كل ما جاب ربنا.
المهم هنا بقى زي ما انتوا شايفين اهي، شايفين بقى كانت بترص، يعني هما كانوا شويه قليلين، ما كانوش كتر يعني. المهم انا قمت بقى ايه على ما ماما تخلص كده، قلت اشوف اللحمه ايه استوت ولا لا. طبعا زي ما انتوا شايفين هنا كنت بوريكم بقى ان اللحمه خلاص بقت دايبه دوب. طبعا كلنا عارفين طريقه اللحمه بتتسلق ازاي. طماطميه بصلايه تشوحي اللحمه بشويه زيت كده، وبعد كده بتنزلي على طماطميه بصلايه جزرايه، لو عندك بطاطسايه بتكون جميله جدا، ورق لورا وحبهان ومستكه وقرفة، وتشوحها بقى تشويحة محترمة كده، وبعد كده تنزلي عليها مية سخنة، ما تنزليش على اللحمة مية ساقعة عشان خاطر هتكش منك. نزلي عليها مية سخنة هتستوي معاكي بسرعة، وبالتالي مش هتكش. تمام. الشوربة بصراحة كانت لونها جميل، وهي كانت طعمها حلو. المهم هنا بقى ايه، كنا بنسقي المحشي. كنت ماما خلصت كده، وكان باقي بصراحة شوية رز كتار. فبعتتني بصراحة، رحت جايبة كوسة، وهي كان عندها يعني جبنة كوسة عن اللي كانت موجودة دي، وهي كانت عندها بقى ايه فلفل. فهي بقى ايه راحت حاشية بقى الفلفل والكوسة والبطاطس، وطبعا الجزر. انت هتستغربوا الجزر بصراحة يا جدعان، والله العظيم الجزر في المحشي طعمه روعة روعة روعة. جربوه مش هتندموا، والله العظيم تحفة تحفة. المهم بقى ايه، كنا خلصنا بقى وقعدنا كده يعني سقينا المحشي الحلة الأولى وظبطناها كده وحطينا عليها مرقة وسبناها بقى ايه تتردد كده مع نفسها. وجت بيت ماما حلة تانية علشان خاطر كان في رز بقى زي ما انتوا شايفين، كان في شوية كتار. فقالت ايه احشيهم يعني بدل ما يترموا كده. عملت يعني ايه، لان انا كنت انا واخواتي برضو، كان اخواتي كلهم موجودين يعني. فكان لما بصراحة وكنا كتار يعني، فربنا يبارك يا رب، ودايما يجعلها كده لمانة ونتحرمش من وجودها. هي اللي لنا بعد ربنا بصراحة، هي واخويا. الله يبارك لها يا رب ويديها الصحة. المهم بقى هنا كنا خلصنا، وكانت بتسقي بقى الكوسة بالفلفل بالبطاطس. ما كانش عندنا بتنجان، وما لقيتش بتنجان بصراحة. المهم بقى كان المحشي بتردد جنبها، وسقينا بقى الخلطة بقى اللي انتوا شايفينها دي. بصراحة كانت طعمها تحفة، وكان ريحته جايبة لآخر الشارع زي ما بيقولوا. المهم بقى ايه، خلاص هنا خلصنا بقى ايه، وهي غطتها كده بقى، غطت الحلة. بعد كده بقى ايه، كنا نشوف بقى المحشي الكرنب لقيناه استوى بقى زي الفل كده. شايفين بقى الحلاوة والجمال بقى والطعامة، كان تحفة والله العظيم، كان الاكل كله زي العسل. اتمنى منكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. شايفين بقى الكوسة تحفة. بس كده، هو كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.